عارف إنه في قلب القاهرة الجديدة وبالتحديد في التجمع الخامس في مكان بيخلّيك تحس إنك ركبت آلة زمن ورجعت 35 مليون سنة، مكان فيه شجر طوله بيوصل ل30 متر، بس الصدمة إن ما لوش ورق ولا ريحة، ده شجر من حجر. أهلًا بيكم في محمية الغابات المتحجرة. المكان ده مش مجرد جنينة، ده محمية أثرية جيولوجية نادرة جدًا ما فيش زيها في العالم كتير. العلماء بيقولوا إن الغابات ديّة اتكوّنت قبل ما الإنسان يظهر بكتير. إيه اللي حصل؟ فيضانات النيل القديم شالت الشجر ده ودفنته، ومع الوقت الرمل والسيليكا حلّوا محل الخشب فتحوّل لأسطوانات صخرية محتفظة بكل تفاصيلها الأصلية، لدرجة إنك تقدر تشوف حلقات النمو السنوية وهي صلبة زي الحديد. المكان ده ما بقاش بس للعلماء، ده بقى وجهة للشباب وطلاب المدارس اللي عاوزين يعيشوا تجربة سفاري جوه القاهرة. تقدر تتمشى بين سيقان الأشجار المتحجرة وتشوف التنوع البيولوجي هناك من نباتات وحيوانات نادرة بتعيش وسط الصخور دي. مكان يجمع بين المتعة وبين درس جيولوجيا حية ما بيتنسيش. الغابات المتحجرة هي الدليل إن القاهرة دي زمان كانت غابات استوائية مطيرة، مش صحراء زي ما إحنا شايفينها دلوقتي. الجيولوجيا بتعلمنا إن ما فيش حاجة بتبقى على حالها. قُل لي في التعليقات لو رُحت هناك تفتكر هتقدر تفرّق بين الخشب الحقيقي والخشب المتحجر، وابعت الفيديو لصاحبك اللي ساكن هناك تجمّع وقُل له أنت ساكن وسط غابة عمرها ملايين السنين. يالّا سلام.